السلام عليكم البنات، نتمنى نلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال يا ربي وتكونوا في تمام الصحه والعافيه. بما ان رمضان على الابواب فانا اليوم جبت لكم سفوف او سلو بطريقه صحيه، بلا زيت بلا زبده، كيجي معلك ولذيذ. وصدقوني اي واحد كلا عندكم او ذاقوا عندكم فاكيد غادي يسولكم على الطريقه ديالو. بالنسبه للمقادير فانا هنايا كنحاف العقيقه ديال بنتي، داكشي علاش غادي نقول لكم مقادير كثيره، يعني 4 كيلو ديال الزنجلان. ولكن اللي بغى المقادير قليله، يعني هاد نص ديال هاد المقادير غادي تلقاوها في صندوق الوصف. بالنسبه للمقادير انا اللي استخدمت 4 كيلو ديال الزنجلان، كيلو ونص ديال اللوز، 4 كيلو ديال الطحين، نص كيلو ديال زريعة الكتان، ربعة صغيرة ديال النافع، ربعة صغيرة ديال حبة حلاوة، نص كيلو ديال الإيلان. بالنسبة للقرفة 50 غرام، وسكر كلاصي كيبقى على حساب الحلاوة، فهنايا استخدمنا حنايا نص كيلو. بالنسبه لنص المقادير كيف ما قلت لكم غتلقاوها في صندوق الوصف. اذا من بعد ما غسلنا الزنجلان بطبيعه الحال ونشف، نقينا المقادير كامله، كنحمروهم يا اما في الفران او فوق البوطه تكون العافيه مهيله، وكنبقاو نحركو مره ضروري. فما خاش اي حاجه من المقادير تحمر اكثر من القياس، لانها كتعطي واحد المذاق مر السفوف وكتخسروا لينا. اللوز بطبيعه الحال تنكونوا سلقناه وفسخناه ونشوف مزيان، عاد كنحمروه في الفران. فهنايا من بعد ما تحمروا هاد المقادير كامله. بالنسبه للكاوكاو فاحنا ما كنستعملوش في الصفوف، كاين اللي كيديروا فاحنا ما كنديروهش. ندوزو لاهم المرحله هي الطحين ديال هاد السلو. فكيف ما كتشوفوا كنديوهم لاقرب عطار، اي عطار هو اللي كيطحنهم بهاد الطحانه ديالو اللي كتكون مختصه في الصفوف، وكيطحنهم بالطريقه يعني اي عطار كيكون عارف الطريقه ديال كيفاش كيطحنهم. كيطحن كل مكون بوحدو، وكل مكون ما كيديروش نيشان وكيطحنوا في دقه واحده، كيبقى يدير بشويه باش يطلق باش يطلقوا الزيوت ديالهم. انا كان تيطحن في الزنجلان فكان تيدير بشويه. انا كنت كنشوف الطريقه ديالو، كنت كنصور الطريقه ديالو كيف ما كتشوفوا، فكيدير شويه بشويه باش يطلق هذاك الزنجلان الزيت ديالو ويجوا معلكين. هو اللي كيخلطهم، كيضيف عليهم القرفه والسكر كلاصي، وهو اللي كيخلطهم كاملين. يعني نتوما كيعطيهم لكم صايبين في الصدر.
كيف ما شفتوا الطريقه كتحتاج لشويه الصبر، لانه كيبقى يضيف شويه بشويه كل مكون على حده. وبالنسبه للزنجلان فكنخليو منه نص كيلو الزين وكذلك اللوز. هنا بالنسبه للحفل العقيقه فكنا اختارينا درنا سلو على هذا الشكل هذا، يعني درناه في المول على هذا الشكل هذا. الا بغيتو تصايبوه قبل ما تديروه في المول باش يشد لكم كتضيفوا ليه شويه العسل. هنا حطيت لكم لقطات او من حفل العقيقه ديال بنتي. كيف ما كتشوفوا الحلوه اللي كنت صايبت انا واختي. هنا بالنسبه لهاد سابلي بيرسوناليزي، ان شاء الله شي نهار ندير لكم فيديو مختص عليه، فهو كيجي راقي كيف ما كتشوفوا، وكتكتبوا فيه السميه اللي بغيتو ولا العباره اللي بغيتو. هنا رفيسه اللي كنا صايبنا برزيزه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال استحسان ديالكم، وكنشكر اي وحده باركت ليا في التعاليق، وخليتكم على خير.